اهلا بيكم في فيديو جديد. كتير مننا بيبقى في حاجه عاوز يحققها في حياته، زي مثلا تبقى عايز تتعلم لغه جديده او مهاره جديده وتقول هبدا بكره ويجي بكره وما تعملش حاجه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الانضباط الذاتي، اللي اتكلم عنه كاتب امريكي من اصل كندي وهو براين تريسي في كتابه قوه الانضباط، واللي بيعتبر من الكتب الاساسيه اللي بتساعد الناس انها تحقق اهدافها وتنجح في حياتها الشخصيه والمهنيه. وهنتكلم عن اهم الخطوات اللي هتساعدك لو مشيت واستمريت عليهم هتحقق الحاجه اللي انت عايزها. تعالوا نبدا ونشوف ايه افكار الكتاب اللي ممكن نطبقها في حياتنا. لو انت من الناس اللي عايزه تحقق انجازات في حياتها تابع معانا فيديو للنهايه. الخطوة الأولى تحديد الأهداف. أول حاجة هي تحديد الأهداف. النجاح بيبدأ من إنك تعرف أنت عايز إيه بالظبط. تحديد الأهداف بيساعدك إنك تبقى مركز في حياتك. المهم إنك تكتب الأهداف دي عشان تفضل فاكرها دايما. الناس اللي بتكتب أهدافها بيحققوا إنجازات أكبر بكتير من الناس اللي مش بيكتبوا. مثلا لو هدفك تتعلم لغة جديدة، حدد عايز تتعلم لغة إيه وليه عاوز تتعلمها وفي وقت قد إيه. الخطوة الثانية تحط لك خطة عمل. بعد ما تحدد هدفك لازم يكون عندك خطة عمل واضحة. الخطة هي اللي بتوصلك لأهدافك خطوة بخطوة. طب تعمل خطة ازاي؟ اقول لك، لازم تقسم الاهداف الكبيره لاهداف صغيره، تنظم وقتك بشكل كويس، استخدم الجداول والخطط اليوميه عشان تبقى دايما عارف ايه اللي عليك تعمله النهارده وايه اللي لسه باقي لبكره. الخطوه الثالثه اداره الوقت. الوقت هو اهم حاجه عندنا دلوقتي، واداره الوقت بشكل فعال هي المفتاح لزياده الانتاجيه. مهم انك تبدا يومك بالحاجات المهمه وتركز على المهام اللي هتفرق معاك في تحقيق اهدافك. استخدم قوائم المهام والتطبيقات اللي بتنظم لك يومك، ودول حاجتين مهمين جدا. دايما خلي عندك وقت للراحه عشان ما تستهلكش نفسك. الخطوة الرابعة التغلب على التسويف. والتسويف هنا هو انك تكون متعمد تأجل الحاجات المهمة اللي وراك، بحيث ان التأجيل ده بقى عادة. من اكبر التحديات اللي هتواجهها هي التسويف. ازاي تتغلب على التسويف؟ انك تبدأ يومك بأصعب مهمة عندك، وده لانك بتكون في اعلى مستوى من النشاط والتركيز. استخدم تقنية اكل الضفدع زي ما وضح في الكتاب، بمعنى انك تخلص الحاجة اللي مش حابب تعملها في الاول عشان تحس بإحساس الانجاز وتفضل متحفز طول اليوم. الخطوة الخامسة تغيير العادات السلبية. كلنا عندنا عادات سلبيه، سواء كنت بتأجل مهامك او بتقضي وقت كتير على الموبايل. لازم تغير العادات دي بعادات ايجابيه. ابدأ بالعادات البسيطه واشتغل عليها لغايه ما تبقى جزء من حياتك اليوميه. يعني لو عايز تبطل عاده التسويف، حدد وقت معين تشتغل فيه على مهامك وما تخليش اي حاجه تشتتك. الخطوه السادسه التحفيز الذاتي. التحفيز الذاتي هو اللي بيدفعك تحقق اهدافك. لازم تبقى دايما محاط بالاشياء والاشخاص اللي بيحفزوك ويدعموك. استخدم التحفيز الايجابي عشان تفضل دايما متحفز، زي انك تدي لنفسك مكافآت صغيره بعد ما تخلص اي مهمه. الخطوه السابعه هي الاصرار والصبر. النجاح مش بيجي في يوم وليله. الاشخاص الناجحين هم اللي بيتعلموا الفشل ويكملوا. لازم تكون مستعد للفشل وتتعلم منه. النجاح بيبدا بعد اول فشل، لانك بتتعلم من الاخطاء وبتبقى اقوى. الخطوه الثامنه تطوير الذات المستمر. تطوير الذات المستمر من الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها، زي مثلا انك تستثمر في نفسك من خلال القراءه والتعلم المستمر. كل حاجه جديده بتتعلمها هي خطوه اضافيه في طريق نجاحك. حاول تتعلم مهارات جديده وتوسع معرفتك دايما. وفي الختام كتاب قوة الانضباط بيقدم لنا أدوات قوية للنجاح. الانضباط الذاتي مفتاح لكل باب، وهو اللي بيفرق بين الشخص الناجح واللي مش ناجح. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. شكرا لمتابعتكم واشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.